صغار أولين معمرين بحشوة ديال البطاطا والفرماج كيجيو معلكين خطيرين. أول حاجة كناخدها هي واحد البصيلة، كنقطعها شرائح صغيرة بزاف كيف كتشوفو معايا في الفيديو، وكنشحرها أول حاجة كنخليها حتى كدوب، عاد كنزيد عليها معلقة صغيرة ديال الزيت. بعد ما كتمجيها ونمجيها وداك الزيت كيتفاعل ليا مع البصلة، يعني صافي كيسخن، كنزيد عليها شوية ديال الملحة وشوية ديال الإبزار فقط، هادشي اللي كنضيف. إلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناة، وتبارطاجيو الفيديو مع الأحباب والصحاب باش تعم الفائدة وتكبر القناة ديالنا. وسمحوا لي حيت ما شاركتش معكم بزاف ديال الوصفات في هاد الشهر هذا، غتسمعوا غير من صوتي راني عيانة، ولكني قلت هاد الفيديو ضروري نوضي ونحطو ليكم. بعد ما تشحرات ليا البصلة وتعسلات، كناخد نفس المقيلة كندير فيها الزيت، كنخليه حتى كيسخن الزيت. من بعد ما كيسخن انايا غادي ندير بحشوة ديال صدر الدجاج. نتوما بغيتو ديروا الطون ديروه، المهم هنايا انا غادي ندير الدجاج. خديت انا شحال ما بغيتو ديال الدجاج، المهم قطعيه، المهم حاجه قطعيه لي شرائح اللي صغيره صافي. بعد خديت هاد الدجاج هذا كنمشيه ولكن هنايا بالنسبه للتوابل، التوابل كنحتاج فقط الملح والابزار. وما كنقويش الملحة والإبزار لأنني درتها في البصلة كيف قبل، وغنعاود نضيفها عاوتاني في البطاطا. صافي هنايا كنضيف الملح والبزار وكنشحر مزيان هاد الدجاج، كنمشيه ونمجيه حتى كيوجد معانا يعني كيطيب. بعد ما كيطيب صافي كنطفيو النار عليه. ونبغي نقول لكم بالنسبة دائما الحشوات فهو كاين فيهم تنوع، وتقدر كيف ما أنا درت أنايا صدر الدجاج تقدروا نتوما ديروا كفتة ديال الدجاج، تقدروا ديروا الطون. الطون حتى هو كيجي بنين، ولكن الطون ما راكم عارفين يعني غديروا نيشان في الحشوة، ما غاتحتاجوا لا طيبوه لا والو. معلومة غبية مني ولكن المهم باش نوضح أكثر. صافي هنا كيف كتشوفوا الدجاج أنا بقيت كنمشّي ونمجّي فيه، كنمشّي ونمجّي فيه حتى وجد معانا. من بعد كناخد بطاطا شحال ما عندك وشحال ما بغيتي، يعني على حساب نوع د الورق د البسطيلة شحال عندك الورقة. هنا أنا بالنسبة ليا خدمت نص كيلو د الورقة، خدمت كمية اللي كتيرة كنخلي منها. المهم هنايا كناخد البطاطا كنقطعها شرائح اللي مربعات باش دغيا تسلق ليا، وما درتش معاها الملح، داكشي علاش غادي نزيد الملح والحجوة كيف ما كتلاحظوا باش ما نقولوش هي ملّحت شي حاجة، ودايمًا الملح على حسب الذوق يعني نتوما شحال بغيتو. صافي هنا من بعد ما معكتها، أهم حاجة نقولها لكم بطاطا معكوها ولا عجنوها وهي باقا سخونة لأن فاش كتبدا كتقصح. صافي من بعد ما كنعجنها كنزيد عليها الفرماج ديال الدهن، فرماج مثلثات. صافي كنزيدو كيف كتشوفوا، وهذا الفرماج هذا تيعطيها واحد التعليكة ما نعاودش ليكم، غيبان غير بالفيديو كتشوفوا التعليكة ديالها. صافي هنايا أنا هنا في هاد المرحلة هادي فضلت أنني نمزج غير بالمعلقة. صافي مزجت هداك الفرماج حتى تمعك ولا كيف كنقولوا تطحن مزيان مع الحشوة ديالي تعجن معاها. من بعد من هاد المرحلة هادي، بعد الفرماج كنشوفوا كيفاش كتولي عندنا العجين. كنزيد كناخد كنزيد عليه أول حاجة هي البصيلة. بعد كنزيد هاديك البصيلة ديالنا كيف كتشوفوا، كنزيد عليه القزبر والمعدنوس ما كيتحاملوش. المهم كنزيدهم عليه حتى همايا غير المهم ما مشحرين ما والو، خضرين. كنزيد شحال ما بغيتو يعني شحال عندكم، على الأغلب غير حفينة كيف كتشوفوا أنا ضفت غير شوية ماشي بزاف، حتى هُما كيعطيو واحد البنة اللي زوينة. صافي وكنضيف هنايا هذاك الدجاج اللي شحرته معاكم. من بعد ما كنضيف الدجاج هنايا في هاد المرحلة هادي ما غنستخدمش المعلقة، غنستخدم يدي لأن يدي هي اللي غتبرد ليا الغليل وغادي تخلينا نعجنو ونماسكو مزيان المكونات. ونبغي نقول هنايا كملاحظة، راه راكم عارفين تبارك الله على السيدات المغربيات هما نظيفات وحادقات وشابوا ليكم في هاد رمضان كديروا بزاف ديال المجهودات، كنديروا حتى حنا مغربيين. شابوا ليكم وتحية لجميع الدول العربية طبعًا. حنا خاوة. وكيف كنقولوا صافي هنا كنعجن مزيان هاد الحشوة ديالي بيدي، وكنزيد عليها هنايا الزعتر. بالنسبة للزعتر كيعطي واحد اللوغو خطير. أنتِ غتشوفوا في الفيديوهات ديالي فما حطيت شي وصفة أغلبية كنستخدم الزعتر، لأن الزعتر عنده من غير الفوائد حتى البنة، كيعطي واحد البنة اللي زوينة للحشوات ديالنا ولبزاف الحاجات. المهم أنا يدي مع كانت ساردة كنلصق ليا شوية الزعتر فيها كنوريكم. صافي هنايا نزيد شوية الإبزار وشوية الملحة، يعني لا عندكم الحار ديروه أنا ما عنديش. وغتلاحظوا راه كاع الوصفات ديالي أنا ما كنستخدمش الحار، لأن
نظرًا لواحد الظروف ما كنبغيش نستخدم أنا في الوصفات ديالي، وانتم لكم الاختيار يعني. وصافي هنايا كنعجن مزيان هاد الشي، من بعد ما كينسجم ليا صافي كناخد هنا الورقة، الصراحة ما صورتش لكم كيفاش كتنيها، أنا طيبتهم هنايا في الفران، لأنه بان ليا أنه يعني طريقة لويد السيجار اللي هي واضحة. صافي وهنايا هانتوما كيجيو مقرمشين كطيبوهم في الفران كنديرهم غير بالزيت. الأفضل تجنبوا القلي في هاد رمضان هذا لأن كيطحن المعدة. بالصحة والراحة.